الأندلسي تراث مغربي أصيل يحافظ المغاربة عليه رغم التحولات الثقافية والفنية من خلال تظاهرات تنقل هذا التراث اللامادي للأجيال الصاعدة، وهو حال أمسية فنية احتضنتها مساء أمس العاصمة الرباط. عبد الحميد جبران، أمين شرقاوي وعبد الله الشاب. الطرب الأندلسي في وجدان المغاربة ليس مجرد فن موسيقي يمتع السامعين، بل هو ذاكرة المغاربة على مر التاريخ وتراث توارثه جيلا بعد جيل. الحمد لله حنا كنشوفوا واحد الاقبال اللي كثير وكبير بزاف على هذا المجال هذا، وهذا الشيء كيفرح وحنا كيخلينا باش كشباب عندنا الكورال كتشوفوا الحمد لله كيتكون واحد الاغلبيه ديالهم نساء وباقيين حتى هما شباب، وهذه الثقافه ديالنا ديال بلادنا الحمد لله كنفتخروا بها وكنعتزوا بها وخصنا الحفاظ عليها كاملين. للطرب الأندلسي طقوسه، حيث القصائد المعالجة لقضايا المغاربة، عاداتهم وتراثهم، حيث الإيقاعات الممتعة الهادئة والآلات الموسيقية المتجانسة، وحيث الأصوات الصادحة كصوت واحد. كلام تراثي ممزوج بإيقاعات ومعاني وأبعاد أخرى، ثم كنتسوقوا من خلاله الهندام، الزي المغربي الأصيل. ملحون كيورث الرسالة، كيعرفوه الناس ذواقة في الحقيقة. ملحون راه من جد لجد حنا كنورثوه هذا التراث وخصنا نحافظوا عليه. الموسيقى الأندلسية سفر في عوالم الصوفية والتراث المغربي الأصيل، تتعدد وتتنوع فيها الأصوات والآلات الموسيقية والقصائد، لكنها تتوحد في نقل وحفظ رسالة الأصالة والتسامح والتعلق بالهوية والأصل.